رايح يسلمه صاحبه كان بيهزر معاه وبيديله اكل بالعافيه، بس هو كعبل على السلم وكان هيقع. باني شافته وحاولت تعمل نفسها المنقذ وراحت عشان تساعده، بس تدخلها بوظ الدنيا لانه كان استعاد توازنه، وهي من غير قصد خلت التابلت بتاعه يقع ويتكسر. وباني دلوقتي بقت مديونه له ب$2000 تمن التابلت. في يوم من الأيام ومع بداية الترم الجديد في جامعة ين، كانت باني طالبة في قسم النحت داخلة الجامعة بعين فنية وقلب مفتوح للحب من وهي صغيرة، وهي بتحب القصص اللي فيها أمراء وسيمين. وحتى في الطبيعة كل ما تشوف شاب شكله حلو كانت بتتأثر، زي لما كانت في الثانوية وحبت المدرس بتاعها لمجرد إنه كان وسيم. كبرت باني وبقت بتدور على الجمال في كل حاجة، في الفن وفي الرجالة برضو. اختارت تدرس نحت عشان تقدر تترجم مشاعرها بالرسم والمجسمات. وكانت في علاقة حب أول مرة مع بونغ سو، طالب في كلية الفلسفة، مش وسيم قوي بس قال لها الكلمة السحرية أنا بحبك. هو ده كان كفاية يخلي قلبها يدق وتصدق إنها لقت حبها الحقيقي، رغم إن أصحابها بوبي وكوتن نيم استغربوا إزاي واحدة زيها ذوقها عالي وشخصيتها قوية ترتبط بحد مش جذاب. لكنها كانت شايفة إن الحب الحقيقي مش في الشكل لكن في الإحساس، وبونغ سو كان بيهتم بيها وده خلاها تتعلق بيه أكتر. المهم بونغ سو كان بيقرب منها أكتر وبدأ يخطط يخرجها في رحلة الليلة، وجاب لها عقد هدية وقال لها إنه مخصوص عشانها. وهو بيديها العقد ده في واحد خبطه ووقع العقد، والشخص ده اسمه جي يول، ولما خبطه ما اعتذرش حتى، بس مش مهم لان باني كانت مبسوطه ومن فرحتها حست انها بطله في فيلم كوري. في يوم عادي بونغ سو كان في اوضه الاذاعه بتاعه الجامعه، بالغلط شغل الميكروفون وكان وقتها بيتكلم مع صاحبه وقال له كلام صعب، قال له انه بيستغل باني وانه من اول يوم هدفه يجرها للرحله لمده ليله عشان يحقق غرضه ويستغلها، وان العقد اللي جايبه لها مزيف، وانه كان باين عليها انها هدف سهل فحب يجرب حظه معاها. كل الناس سمعت، الطلبة الصحاب وحتى جيول، بس باني ما سكتتش، وقفت قدام الكل وقالت له أنا اللي اخترتك أصلا عشان فضلت تترجاني أوعدك أنت ولا حاجة، وادت له بوكس خلاه يطير، ووعدت نفسها انها مش هترتبط باي حد تاني الا لو كان وسيم. واللي كان بيتفرج على الفيلم ده جيول، والطالب الوسيم اللي اسمه جيون، وده طالب في نفس القسم بتاع باني بس كان مأجل سنة، وكان هو وجيول منبهرين قوي من قوتها. بعد الفضيحة دي باني كانت ناوية تاخد أجازة من الجامعة، وقالت ده لعيلتها اللي فكروها إنها زمان عملت نفس الموقف لما كانت عاوزة تسيب المدرسة اللي لسه ناقلة فيها عشان تروح نفس المدرسة اللي هيروحها المدرس بتاعها اللي كانت معجبة بجماله، بس غيرت رأيها بسبب الولد الوسيم اللي نقل جنبهم. تاني يوم باني بتبقى رايحة الجامعة ومعاها خطاب تأجيل، بس بتصادف الشاب اللي اسمه جي وون، بيبقى وسيم جدا لدرجة إن باني لما شافته خيالها بدأ يسرح ويألف قصص رومانسية عنها معاه. المهم هي ساعدت جي وون إن يوصل المكتبة ويتكلموا سوا، وحصل بينهم تواصل لطيف خلى باني تغير قرارها وتقرر تكمل في الجامعة. بعديها جي وون دخل كلية فنون قسم النحت وشاف تمثال وانبهر بيه، وكان التمثال ده من شغل باني وأعجب بدقتها وموهبتها المذهلة، ولاحظ كمان الشبه الكبير اللي بينه وبين التمثال ده. وبعد ما راح عشان يحط أدواته واختار دولاب، جيول أخد منه الدولاب وحط حاجته هو، وحصل بينهم خناقة صغيرة. جيول اللي بيكون من نفس الكلية بس قسم تاني اللي هو قسم التصميم البصري بيروح يخلص مشروع تعب عليه هو وزمايله جامد، وهو رايح يسلمه صاحبه كان بيهزر معاه وبيديله أكل بالعافية، بس هو كعبل على السلم وكان هيقع. باني شافته وحاولت تعمل نفسها المنقذ وراحت عشان تساعده، بس تدخلها بوظ الدنيا لأنه كان استعاد توازنه، وهي من غير قصد خلت التابلت بتاعه يقع ويتكسر. وباني دلوقتي بقت مديونه له ب$2000 تمن التابلت. بما ان مش معاها الفلوس دي اضطرت توافق تكتب له محاضراته وتسدد له الفلوس على دفعات. بالليل باني بتروح الحفلة الترحيبية بتاعة القسم بتاعها اللي كان حاضرها كل الطلبة، وكان جيون هناك، واتفاجئت باني انه حفيد رئيس مجموعة شركات ضخمة، لكنه كان بسيط ومتواضع، وكمان كونوا صداقة بينهم. باني بعدها بتتسحب في تحدي شرب بدل جيون اللي ما بيشربش، وشربت مكانه كتعبير عن تقديرها، وهو كان شاكر ليها. بيظهر جيول في مكان قريب منها وهو قاعد مع اصحابه برضه بيحتفلوا، لكن هو كان لسه متضايق من الموقف اللي حصل ومش عارف يستمتع، فبيسيب اصحابه وبيطلع يتمشى. بيلاقي ساعتها باني قاعدة مبسوطة، فبيبقى متضايق انها مبسوطة وهو متضايق. هي بتشوفه وبتقوم عليه جري وبتبقى متضايقة منه، بتقول له خسارة فيك وشك الحلو، وهوب بقى بتتقيأ عليه وبتبوظ الدنيا بينهم اكتر. تاني يوم لما فاقت اكتشفت انها عملت مصيبة، ولما شافت جيول قدامها في طريقها للجامعة بدأت تهرب بأقصى سرعتها، وراحت على طول تتحامى في جيون وقالت له انها محتاجة مساعدته، وسحبته معاها وهربت.
جيون استغرب جدا فسألها عن سبب هروبها، وهي قالت له إنها مديونة لجيول وإن علاقتهم مش كويسة وعشان كده هي خايفة منه. فرد جيون وقال لها إن هو كمان مش بيحبه. بعد كده خدته باني على مطعم بيعمل أكل مخصوص للمدرسين، وبدأت تتفاخر قدامه إنها بتتعامل معاملة خاصة هناك. وبعد ما بيخلصوا بيروحوا للكلية، وهناك قال لها إن التمثال اللي هي نحتته شبهه، وهي بدأت تتريق عليه وقالت له إنه مغرور عشان شايف نفسه وجماله زي المنحوتات. في الآخر بيضطر يمشي ويسيبها لأن جاله تليفون من رقم مكتوب عليه حبه الأول. جيول لحظتها بيشوفها وبياخدها للمحاضرة بتاعته عشان تكتب ورا الدكتور، وهي ما بتبقاش سعيدة لأنها شايفة إنها ما تعرفش المواد بتاعته ومش هتقدر تفيده، لكن رغم كده هو بيصر. المهم بعد ما بتخلص المحاضرة جيول بيبعت لها جدول محاضراته وبتبقى كتير جدا، وهي مش هتقدر على كل ده فبتروح عشان تستلف الفلوس دي من باباها. بس بيجيله تليفون مفاجئ من صاحبة البيت بإنها هتزود مبلغ التأمين ل$30,000، فبتتراجع عن فكرتها دي وبتروح تدور على شغل. بتلاقي إعلان عن شغل في معرض فني للنحات جاي، وده الفنان المفضل عندها. فالشغل ده جذب اهتمامها لأنه مرتبط بالفن اللي بتحبه. حست إن ممكن ده يكون الحل لمشكلتها المالية وفي نفس الوقت تستمتع بحاجة بتحبها. فعلا بتقدم لشغلانة المرشد وبتتقبل، وهناك بتقابل راجل وبتقعد تشرح له بكل شغف عن التماثيل. الراجل بينبهر بعلمها وحبها للفن وبيعزمها على قهوة. باني طبعا بتوافق لأنه شكله بيبقى حلو، وهم قاعدين بيتكلموا عن الفن وبيقول لها إن اسم المنحوتة اللي كانت في المعرض هو القدر. بعد ما روحت ونامت باني حلمت بيه، وكان في الحلم بيديها خاتم وبيتقدم لها وهي كانت مبسوطة جدا. لكن فجأة الحلم اتحول لكابوس لما شافت جيول وسط عصابة وداخل عليها بيطلب منها الفلوس. لما صحيت قررت تسدد له جزء من الفلوس وهي متضايقة. في الناحية التانية جيول بيبقى باين عليه انه في عالم تاني ومبسوط، على عكس باني بيبقى مبسوط وهو بيفكر فيها وهي بتكتب له المحاضرات بتاعته. تاني يوم باني شافت جيون مع بنت وافتكرت المكالمة اللي كانت جاية من حبه الأول، فظنت ان البنت دي هي حبيبته. البنت كانت قاعدة على كرسي متحرك ووقعت وهي ماشية بالكرسي، فباني لحقتها بسرعة وشالتها ورجعتها على الكرسي بتاعها، لكن لبسها توسخ. بعد ما قعدوا واتكلموا عرفت انها اخت جيون، ففرحت جدا انها مش حبيبته. وهي ماشية رايحة الكلية قابلت جيول قدامها، كانت بتحاول تتهرب منه لكنه شافها. كان باين عليه انه متضايق من طريقتها دي، ولما لاحظ ان لبسها متوسخ عرض عليها قميصه. هي رفضت في الاول لكنه اصر. باني كانت مستغربة من لطفه الزيادة اللي مش متعودة عليه. بعد المحاضرة كانت باني على اخرها من التعب والضغط. أصحاب جيول لاحظوا إن مزاجه رايق الفترة دي وبدأوا يسألوه إذا كان معجب بباني، وخصوصا إنه خلاها تدون المحاضرات عشان تفضل قريبة منه. بس هو أنكر تماما وقال إن الموضوع مش كده. تاني يوم باني كانت منهكة من كتر الحاجات اللي بتعملها، وقابلت في سكتها بوبي اللي كانت لفة ايديها بجبس، فبتتصدم من حالتها دي. لكن بوبي بتطمنها وبتقول لها ان ده بس عشان دور بتمثله في صف الدراما. بعديها بتدي باني الجبس على بال ما تخرج من الحمام. باني لبست الجبس عشان تجربه، وفجأة لقت جيول في وشها. جيول اتخض لما شاف الجبس في ايديها وافتكر انها فعلا اذت نفسها، فقرر يديها راحة من تدوين المحاضرات الفترة الجاية. بعد كده كان مطلوب من طلاب فنون يرسموا جداريات في مدرسة ابتدائية، وهو بدأ يشتغل بدلها عشان يريحها. باني بدأت تحس بالذنب وفي نفس الوقت مستغربة من لطفه، لكن لسوء الحظ وهو بيرسم كان هيقع، وباني لحقته بإيديها الاتنين وساعتها عرف إنها مش مصابة، فزعل وقال لها تكمل الشغل لوحدها. تاني يوم باني قابلت جيون وشكرها على اللي عملته مع أخته امبارح. وفي الوقت ده باني شافت إعلان عن مسابقة قوة، واللي هيفوز فيها هياخد تابلت هدية. قررت تدخل المسابقة على طول، وفعلا كسبت وقدمت التابلت لجيول وقالت له ببساطة إن كده دينها انتهى وإن مفيش داعي يتقابلوا تاني. الكلام ده بيهز جيول وبيبان إنه متأثر، وبيبقى كمان زعلان وهو شايفها ماشية بعيدة عنه مع جيون. باني راحت تقعد مع أصحابها شوية وخدت جيون معاها، وكانت مبسوطة جدا إنها دفعت الدين اللي عليها وعرفت أصحابها على جيون، وكلهم انبهروا بوسامته. في الناحية التانية جيول كان قاعد مع أصحابه وكان مهموم، فبدأوا يفهموه إن تصرفاته هي السبب في إنها هربت منه، وكانت بتحاول تسدد له الفلوس بأي طريقة. الكلام ده دخل قلبه، فقرر يكتب لها رسالة يشكرها فيها على مجهودها معاه في المحاضرات، لكنه كان متردد يبعتها ولا لا. ولسوء الحظ صاحبه خبط إيده بالغلط والرسالة اتبعتت. باني وصلت لها الرسالة لكنها اتجاهلتها. أصحابها لاحظوا إنها وصلت لها رسالة وكانوا فضوليين يعرفوا مين اللي بعتها، فأخدوا منها الموبايل وسألوها عن الاتنين اللي قابلتهم قريب وكان شكلهم حلو، الراجل من المعرض وجيول. قالوا لها يعني دول الاتنين حبايبك المحتملين؟ لكن باني ردت وقالت إن مستحيل جيول يكون حبيب محتمل لأن شخصيته صعبة وهو مش بيحبها وكده كده مش هيتقابلوا تاني، أما التاني فممكن. بس
وجي وون وقتها قال لها انه راجل غريب وانها لازم تاخد بالها وتكون حذرة. الكل اقتنع بكلامه. وتاني يوم جي يول راح الكافيه بتاع بوبي صاحبة باني. بيبقى قاعد ومش فاهم ليه باني لسه ما ردتش على رسالته. في اللحظة دي باني بتدخل الكافيه ومعاها اكل من باباها عشان تديه لصاحبتها. بعد ما سلمت الاكل اتجاهلت وجود جي يول ومشيت من غير ما تبص له. فهو اتضايق من الموقف وخرج وراها وسألها ليه ما ردتش على رسالته. قالت له بكل بساطة انها ما عندهاش رد وانها خلاص سددت ديونها ومفيش سبب يخليهم يتقابلوا تاني. ردها ده ضايقه جدا وكان واضح عليه الزعل. كلية باني كانت جايبة النحات جاي كضيف شرف عشان يدي محاضرة، وباني وجي يون بيروحوا يحضروا المحاضرة دي، خصوصا انه الفنان المفضل عندها. وهناك بتكتشف ان الراجل الغامض اللي عزمها على القهوة هو نفسه النحات جاي. ساعتها بتغيب في افكارها وبتسأل نفسها هل دي مجرد صدفة ولا قدر. في الناحية التانية جي يول بيبدأ يتخيل باني في كل حتة وهو في المحاضرة، وده بيضايقه، فبيروح عندها وبيلاقيها واقفة مع جي وبتضحك معاه. وجي وون كان واقف حزين ورا بيتضايق وبيدخل في وسطهم وبيقول لباني إن عايز يفضل يشوفها. وبكده بيخلص الجزء الأول. استنونا في الجزء التاني وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. سلام.